غمضوا عينيكم وتخيلوا معايا واحد الليلة كانت فيها السما صافية والنجوم كتلمع بحال الجوهر، ولكن الأرض كانت حزينة. تحت واحد الشجرة ديال الرقان القديمة كانت واقفة خربوشة. كانت مازال صغيرة بزاف، يالله بدات كتعرف ريحة الأرض. الأم ديالها كانت ناعسة حداها، ولكن ما كانتش ناعسة عادي، كانت ناعسة النومة اللي ما وراها فاقة. خربوشة كانت كتمسح وجهها الصغير في الأم ديالها، كتسناها تنوض، كتسناها تعطيها الحليب، ولكن والو، الصمت هو اللي كان كيجاوبها. في هذيك اللحظة خربوشة حست بالخوف لأول مرة. البرد بدا كيدخل لعظامها والليل طويل، وفجأة من بعيد بان واحد الضو صغير كيرمش، ضو ديال بيل، مصباح يدوي. كان هو مول الدار غادي في طريقه، ما عليه ما بيه، حتى سمع واحد الأنين رقيق، أنين كيقطع القلب. هبط مول الدار، شاف فيها وشافت فيه. هذيك الشوفة هي اللي بدلت كل شيء. شاف عينيها اليتم وهي شافت فيه الأمان. هزها بين يديه، غطاها بجلابته الصوفية. ريحة الصوف ودفى الجلابة كانت هي أول عش الخربوشة من بعد ما فقدت كل شيء. خربوشة سدت عينيها، والأول مرة من ساعات حست باللي قلبها ما بقاش كيضرب بالخوف. مول الدار تم غادي بها في وسط الظلام، وهي مخبية تحت قلبه. ما كانتش عارفة باللي هذيك هي الخطوة الأولى لواحد الحكاية غيهضر عليها المغرب كامل. وصل مول الدار للدار. الدنيا كانت سكتات والناس ناعسة، ولكن في هذيك الدار الصغيرة بقات شمعة واحدة شاعلة. حط خربوشة فوق واحد المنسج قديم، غطاها بطرف من حايك صوفي كانت فيه ريحة الزعتر والخزامة. خربوشة كانت كترعد، ماشي غير من البرد ولكن من اليتم. كانت كتقلب على ريحة أمها في هذيك البلاصة الغريبة. مول الدار ما نعش هذيك الليلة، شعل العافية وحط واحد الكاس ديال الحليب يدفع على المهل. كان كيشوف فيها ويقول في خاطره: يا ربي تقدرني على هاد الأمانة، هذه روح يتيمة في عنقي. تخيلوا معايا هالمنظر، الراجل بيديه الخشينة اللي حرتات الأرض كيهز رضاعة صغيرة وكيحاول يرضع خربوشة اللي كانت رافضة الماكلة. كانت كتدفع بيدها الصغيرة وكيبكي وعينيها بحال اللي كتقول ليه: فينا هي أمي؟ ولكن هو ما استسلمش، كان كيهمس ليها في ودنها بكلام حنين، كلام ديال الناس الكبار اللي عامر بركة: كول يا بنتي، كول يا خربوشة، ربي كبير وما غيضيعكش. كانت ريحة البيت خلطة ما بين الشيبة ودخان العود والصوف. خربوشة بدات شوية بشوية كتحس بالدفا كيسري في عروقها. أول جرعة حليب دازت في حلقها كانت هي العهد الجديد. في هذيك اللحظة خربوشة سكنات، حطات راسها الصغير على ركبة مول الدار وبدات كتسمع دقات قلبه، دقات قلب اللي ولا هو الأب وهو الأم. دوزوا الساعات الأولى من الفجر وهما هكاك، هو كيسبح ويدعي وهي ناعسة في حضنه. كان كيشوف وجهها الصغير وكيتسائل: شنو مخبي ليك الزمان يا هاد الصغيرة؟ ما كانش عارف باللي هاديك المعزة اللي لقاها في الخلاء غتولي هي السند ديالو، وغتولي هي اللي غتخرج سميتو للعالم. كان كيمسح عليها ويحيد ليها الشوك اللي بقى لاصق في صوفها من هاديك الليلة الكحلة. كل شوكة كيحيدها كان كيحيد معاها طرف من الوجع ديالها. الفجر بدا كيأذن والضو الأول ديال الشمس بدا كيدخل من ثقوب الباب الخشبي، وخربوشة لأول مرة نعسات نعمة طويلة، نعسة اللي فيها ريحة الأمان. دازت الأيام والشهور، وخربوشة ما بقاتش ديك الصغيرة اللي كترعد تحت الجلابة. كبرات وصوفها ولا كيلمع بحال الحرير، وعينيها ولاو عامرين بذكاء غريب، ذكاء اللي كيخليك تشك واش هادي فعلا غير معزة ولا روح بنادم ساكنة فيها. ولات خربوشة هي المنبه ديال الدار. قبل ما يأذن الفجر كتمشي عند راس مول الدار وتبدا تمسح فيه بقرونها الصغار، بحال الا كتقول ليه: نوض يا الحاج، وقت الصلاة هادي. والغرابة فين كاينة هي أنها ما كتغوتش وما كديرش الصداع، كتحتارم السكينة ديال الفجر. تخيلوا معايا دابا واحد الصباح مشمش، مول الدار جالس في العتبة وبراد تاي مشحر بالشيبة قدامه. خربوشة
جالسة حداه ماشي في الأرض بل فوق واحد الكرسي قديم ديال الخشب مربعة رجليها بحال إلا جالسة في مقهى في اسطنبول. كتشوف فيه وهو كيهضر معاها، كيعاود ليها همومو، كيعاود ليها على الصابة وعلى الزمان اللي تبدل، وهي كتحرك راسها، مرة كتشوف فيه ومرة كتشوف في السما بحال إلا كتفهم كل كلمة كيقولها. وإلا دخل المطبخ خربوشة وراه ولات كتعرف ريحة الفرماج من بعيد، غير كيجبد الطاسة كيبداو ودنيها يتحركوا بواحد الطريقة مضحكة. ولكن خربوشة عزيزة النفس، ما كتخطفش ما كتسرقش، كتسنى حتى يحط ليها حقها في تبصيلها الخاص. ولات كتاكل بالفن حبة حبة وبشوية عليها بحال شي أميرة قروية. واحد النهار مول الدار مرض شوية، شد الفراش وحس بالعيا. هاديك هي اللحظة اللي خربوشة بينات فيها وجهها الحقيقي. ما بغاتش تخرج للمرعى، ما بغاتش تاكل، بقات جالسة حدا رجليه حاطة راسها على طرف الفراش وعينيها مدمعين. فاش كيبغي ينوض كتدفعو براسها غيب شوية بحال إلا كتقول ليه ارتاح أنا هنا حاضية المكان. الجيران بداو كيهضروا كيقولوا هاد المعزة مسكونة بالبركة، اللي داق عليه الحال كيجي يشوفها، غير كيشوف ديك الشوفة ديالها الهادئة كيحس بالراحة. خربوشة ولات هي السكات اللي كيداوي الصداع، ولات كتمشى معاه في الزنقة بلا قنب بلا حبل، متبوعة بضلو، فين ما مشى كتمشي وفين ما وقف كتوقف. وفي هاد الجزء غنتخيلوا أول مرة شافها فيها شي حد من المدينة، شاف معزة جالسة في الطونوبيل حاطة يدها على دجاج وكتمتع بالمناظر. الناس بداو كيجبدوا تليفوناتهم كيصوروا كيقولوا شوفوا هاد العجب. ومن هنا بدات واحد الرحلة أخرى ما كانش على البال، رحلة غتخرج خربوشة من ديك العتبة الصغيرة وتوصل صوتها وصورتها لكاع المغاربة. تخيلوا معايا، الصباح في هذيك القرية كان كيبدا ديما بصوت الديك وصوت رغاء الماعز، ولكن هاد الصباح كان مختلف. مول الدار فاق لقى ولاد الدوار مجموعين قدام الباب شادين تليفوناتهم وكيضحكوا. يا الحاج شوف خربوشة فين وصلات. الحاج مسكين اللي كيعرف غير الأرض والسما ما فهم والو. هذيك اللقطة اللي صورها واحد السائح وخربوشة جالسة مربعة في الكرسي ديال القهوة وكتشوف في الناس بوقار دارت زلزال في السوشيال ميديا. فيديو ديال 15 ثانية خلى الملايين يشوفوا هاد المعزة اللي عندها هيبة ما كتوفرش حتى في البشر. وهنا بدات القصة الحقيقية، بدات الطوموبيلات كتجي من كاع المدن، كازا، الرباط، طنجة، كل شي باغي يشوف خربوشة العالمية. مول الدار لقى راسو وسط واحد الحيحة ما كانش كيحلم بها، الناس كيجيو بالهدايا كيجيبوا ليها أحسن أنواع الفرماج وأغلى الكسوة. ولكن خربوشة بقات هي كتشوف فيهم بديك الشوفة الرزينة بحال إلا كتقول لهم أنا راه معزة قروية، هاد الأضواء ما كتخلعنيش. ولكن الحاج خوفا على خربوشة من العين ومن الزحام قرر يدخلها معاه لعالم الديجيتال، ولا هو اللي كيصورها ولا كيدير ليها فيلوغز. خربوشة ولات هي النجمة اللي كتطلع في اللايفات. تخيلوا المنظر، الحاج هاز التليفون وكيقول سلمي على المتابعين يا خربوشة، وهي كدير واحد الصوت رقيق بحال إلا كتقول سلام. المغاربة تمسطوا ولاو كيتسناو الفيديو ديال خربوشة كل ليلة باش يضحكوا وينساو الهم. ولات خربوشة كتركب في النيسان حاطة يدها على الدجاج والناس في الطريق كيغوتوا خربوشة. ولات كتحترم الإشارات، وإلا حبس الحاج في الضوء الأحمر كتسكت وكتشوف الناس اللي في الطوموبيل اللي حداهم بواحد التكبر كوميدي بحال إلا هي بطلة في فيلم تركي. الفلوس بدات كتدخل والحالة تحسنات، ولكن الحاج ما بدلش قلبه. كان كيقول هاد الرزق جابو ربي على يد هاد اليتيمة، هو ديالها وأنا غير حارس. شرا ليها بيجامات خاصة ودار ليها بيت نقي ولات كتعيش عيشة الأميرات. ولكن أغلى حاجة عندها هي فاش كيسالي النهار وكيطفيو الكاميرات وتجلس حداه في السطح يشوفوا في النجوم كيف كانوا زمان. في هاد الجزء غنوصفوا كيفاش حتى القنوات العالمية جاو يصوروا. خربوشة وقفات قدام كاميرات الصحافة بكل ثقة، والناس ولاو كيسولوا واش هادي بصح معزة. وبدات الإشاعات اللي كيقول مسكونة واللي كيقول باللي هي بركة نزلت من السما. ولكن السر كان بسيط بزاف، السر هو الحب اللي عطاه ليها الحاج نهار لقاها كتموت بالبرد، هو اللي رجع ليها هاد الروح وهاد الذكاء.
الشهرة خلات الدار تعمر بالضحك، ولكن خلات الحاج يخاف، خاف لا الشهرة تسرق منه ديك النية اللي كانت بينه وبين خربوشة، ولا كيخاف عليها من العين ومن بنادم اللي كيبغي غير يصور ويتمشى. خربوشة حسات بخوفه وولات ما كيتفارقوش، ولات هي السيكوريتي ديالو. وبعد ما سكتات أضواء الكاميرات وبعد ما رجع كل الناس لبيوتهم، بقت غير خربوشة ومول الدار والليل. في هذا الجزء الأخير غنعيشوا أجمل الساعات، الساعات اللي فيها كيرجع كل شي لأصله. الحاج قرر ياخد خربوشة لوحد البلاصة بعيدة، بلاصة ما فيها الويفي، ما فيها صداع، فيها غير ريحة الأرض والشمس اللي كتغرب على المهل. بنوا خيمة صغيرة وجلسوا كيشوفوا في الأفق. خربوشة حطت راسها على كتف الحاج بحالي لكتقله شكراً حت رجعتني لحضنك، شكراً حت ما خليتش الشهرة تبدلنا. تخيلوا معاي السكون ديال هديك البلاصة، السما عامرة بنجوم كبار وصوت الريح كيغني وسط أغصان الشجر. الحاج بداك يسبح بصوت خافت، سبحان الله، سبحان اللي زرع الرحمة في قلب بنادم والوفا في قلب حيوان. خربوشة كانت كتسمع لتسبيحه وكتحرك ودنيها مع كل كلمة، بحالي لحتى هي كتسبح معاه بقلبها الصافي. في هذه الساعات الطويلة بدت خربوشة كترجع لذكرياتها، تفكرت نهار كانت يتيمة وتفكرت الدفى ديال الجلابة الصوفية، ودابا هي اللي ولت كتعطي الدفى للحاج بوجودها حداه. العلاقة ما بقاتش غير مول الدار ومعزته، ولا روحين تلاقوا في طريق الوفا. غمضوا عيونكم دابا وحسوا بالهدوء اللي كتحس بيه خربوشة. هي دابا ناعسة، مرتاحة، مأمنة باللي كاين اللي حاميها. الدار اللي بنوها في الخلاء ولت هي جنة صغيرة. الحاج بداك يحكي ليها قصص قديمة، قصص على الناس اللي عاشوا وماتوا وبقى غير فعل الخير ديالهم. خربوشة غارقة في أحلامها، كتحلم بالمرعى الخضر وبأنهار ديال الحليب وبشجر الأركان اللي كيوصل بالسما. ودابا يلي كتسمع هاد الحكاية، قصة خربوشة وصلت لوحد العهد، عهد باللي الخير ما كيضيعش. ارتاح بحال ما ارتاحت خربوشة، خلي همومك برا هاد الغرفة، تنفس ببطء بحال تنفس خربوشة وهي ناعسة حدا الحاج. الدنيا زوينة فاش كيكون فيها القلوب الصافية. ارتاح، ارتاح يا قلبي، الدنيا أمان والليل غطا والحلم جميل. خربوشة ناعسة والحاج ناعس والطبيعة ناعسة، كل شي بخير، كل شي في بلاصته. أمانة الروح وصلت وعهد الوفا بقي. تصبح على خير، تصبح على حب، تصبح على